لولاية جيجل ووادي سوف وممثلي ميناء جنجن وقع اتفاق مبدئي لتصدير شاحنات تجريبية مجانية مباشرة من ميناء جنجن إلى إيطاليا كتجربة أولى. قال القائمون على الميناء أنها سترفق بتحفيزات وتسهيلات من طرف مصالح الجمارك بهدف تشجيع المنتجين للتصدير نحو الأسواق الخارجية. المزيد مع الزميلة نجاة سوق. تصدير المنتوجات الفلاحية الجزائرية نحو الخارج هو ما تسعى إليه المؤسسة المينائية جنجن من خلال وضع اتفاق مبدئي لتصدير شحنات تجريبية هذه الأيام نحو إيطاليا، وذلك بعد وضع الآليات اللازمة للقيام بعملية التصدير. اليوم نجسد ما قمنا به سابقا، أي يعني أن عملية التصدير ستتم فعلا عبر ميناء جنجن. لدينا حضور اليوم من إيطاليا وستتم إبرام عقود أخرى لاحقا. Le but de notre visite avec mes collaborateurs, c'est d'apporter la technologie, de promouvoir vos produits dans le monde, mais en attendant, en passant par l'Europe, et faire un très bon travail avec une collaboration entre l'Europe et l'Algérie. وبما أن معظم الخضر والفواكه سريعة التلف، فإنه تم توفير على مستوى الميناء كل الإمكانيات والوسائل الضرورية لحماية هذه المنتوجات من التلف، مع إنشاء الرواق الأخضر المحفز للتصدير وبكميات كبيرة في أجل أقصاه 48 ساعة. Le potentiel existe, les moyens existent et la volonté existe et aujourd'hui les choses enfin vont démarrer. Comme vous le savez, il y a un terminal qui est opérationnel عندنا نهائي حاويات هنا في جنجن أو يتعامل مع المعاملين. عندنا des équipements, عندنا des clients très importants qui transitent par Jingzhen et nous sommes là pour faciliter les choses. توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية التصدير لمختلف المنتوجات الفلاحية ولدت رغبة كبيرة لدى المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين لخوض هذه التجربة وتصدير المنتوج الوطني للأسواق الدولية خصوصا الأوروبية منها. على كل على حساب واش شفناه وعلى حساب التجربة تاعنا في الميدان، كل المعطيات متوفرة، كل المعطيات والقدرات موجودة. حسبوش شفنا احنا وشافوا الشركاء الإيطاليين معنا، قادرين نروحوا للتصدير بكل سهولة. تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج عبر ميناء جنجن العالمية من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة، خاصة وأن إدارة الميناء تسعى لإنجاز نهائي الخضر والفواكه قريبا، والذي يعد الأول من نوعه بالجزائر. بشرق البلاد